ما يجري في هذه البلاد بوادر لفتنة قد تكون بعيدة المدى وقد تكون قصيرة المدى، نعلم بدايتها ولكن الله وحده الذي يعلم نهايتها. بدأت احتجاجات مطلبية تطالب بالضروريات من الغوث والمال والوقود، ثم ارتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام وثورة ضد النظام الحاكم بدأت سلمية لكنها الآن في طريقها لأن تكون دموية، وسمعنا هتافات تطالب بإثار أن الدم يأتي بالدم. حذرنا من الفتنة في بداياتها، وكانت النتيجة التي من أجلها منعت الشريعة هذا الخروج إزهاق الأرواح وإسالة الدماء والبطش بالعزل الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة. ينبغي للعقلاء في هذه البلاد يقدموا مبادرات لحقن الدماء، ولا بد للأطراف المتنازعة أن تجلس، ولا بد أن تتحاور. إذا انعدم الحوار فيما مضى فلا مانع أن يكون الحوار الآن، وقد ألحق الضرورة على هذا الحوار حقنا للدماء وتجنيبا للبلاد الفتنة، لأن هذه الفتنة قد تشابه دولة سوريا التي ما زالت تعاني إلى اليوم، ما زالت الفتنة فيها مشتعلة. تدخلت أطراف دولية لتنهش من هذه الأراضي الثرية. نخشى أن يتكرر معنا نفس هذا الحال، وإذا تركنا قد يكون حالنا أن يأكل بعضنا بعضا كما حدث في دولة جنوب السودان، تقاتلوا أكل بعضهم بعضا أفنى بعضهم بعضا. وإذا تم الحوار وتنازلت الأطراف هنا تحقن الدماء وتحفظ الأعراض، ويجنب الله هذه البلاد فتنة لا يعلم مداها ولا نهايتها إلا هو رب العالمين. وصدق الشاعر لما قال: أرى خلل الرماد ومن ونار وأخشى أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تلقى وإن الحرب مبدأها كلام، إذا لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثة وهاو. نسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن.